صباح الخير، صباح النور، صباح الفل على عيونكم. حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا عايزه اقول لكم بقى، ايه ده بقى الجمال ده. الفطير المشلتت وحلاوته وجماله، واللي هو يعني ايه، رايحين جايين بتعملوا ايه؟ بنعمل فطير. بتعملوا ايه؟ بنعمل فطير. الفطير ده بنستغناش عنه، انا بحب اعمله كتير علشان ولادي وجوزي بيحبوا يفطروا بيه. وهو اصلا من الاكلات الجميله جدا المصريه الشرقيه اللي كلنا بنحبها. مش عارفه، بصوا يعني هو ليه كذا طريقه وكذا حاجه، بس انا هعمل لكم طريقه سهله علشان تعرفوا تعملوا زيه بقى، وهنزل لكم طرق تانية ومش هنبطل نعمله. يلا نبدأ نعمله. معانا كيلو دقيق، ومعانا معلقتين كبار سكر وذرة ملح، ونخلطهم مع بعض. وبعدين نحط المية، كوباية مية او كوبايتين او 3 كوبايات حسب ما ايه العجينة بتاعتك تاخد معاكي. انا بحط بقى طبعا في العجان، واللي ما عندوش عجان يقدر يعجن بايده، مش هتفرق خالص. بس يعني اللي عنده عجان مفيش مشكلة لما نعجن فيه. زي ما انتوا شفتوا كده العجينة بتاعتي، بصوا بتلزق ازاي وطرية ازاي. مع ان المفروض عجينة الفطير تكون ايه، ماسكة نفسها شوية، بس انا علشان بحب اعجن ولت واعجن ولت واعجن، حطيت لها شوية الدقيق اللي هم كانوا ناقصين، ورحت ايه نزلتها كده بقى، وفضلت اعجن بايديا يمين وشمال. وحاجة جميلة، والعجينة كانت رهيبة رهيبة. بصوا جمالها، تبقوا عايزين تلعبوا بيها ليل طول 24 ساعة. عجنتها وتمام التمام ومسكت نفسها بقى كده. يلا نقسمها نشوف هنعمل ايه. انا نويت اعمل 3 فطيرات. اوكي، انتي ممكن تعملي 4 وممكن تعملي 5 وبراحتك، بس انا هوريكم ازاي الكيلو بنعمل منه 3 فطيرات. هناخد كل تلت كده نقسمه ونلمه ونعمله كورات حلوة كده جميلة على جنب. وايه، ونشوف هنوضبها زي ما انتوا شايفين كده. بنلم الكرات بايدينا. طبعا ايدينا فيها عجين، دي حلاوة الشغل بقى. عجني ايدك مفيش مشكلة ولا يهمك. حطيت ال3 فطيرات بقى، وحطيت على الوش بتاعهم زيت، واغطيهم واسيبهم يرتاحوا. لازم يرتاحوا. مفيش حاجة اسمها تشتغلي على طول، لازم تريحي العجين شوية. ليه بقى؟ علشان الجلوتين بتاعه يهدى ويفرد معاكي، وما تفضلش ترجع زي الاستك يمين وشمال. العجينة لازم ترتاح. طيب، انا بقى هاخد واحدة واحدة واحاول افردها بالدقيق عادي يا جماعة. انا اول فطيرة اهي هشتغل فيها. هاخدها وافردها يعني بنقول عليها النشابة او الرول اللي بنفرد بيه العجين. بصوا فرد معايا ازاي عشان ارتاح. تمام. وكمان لو سبتيها اكتر هترتاح معاكي اكتر. الزبدة بقى كانت مضايقاني شوية، لان هي يعني ايه، يعني هي المفروض تبقى في حرارة الغرفة، فهي ما كانتش في حرارة الغرفة. هي كانت في حرارة التلاجة. فانا قعدت بقى اعمل اعجن فيها كده لغاية ما فردت معايا. هوزعها على العجين. الزبدة بقى ما يهمكيش معانا، يعني قولي بتاع نص كيلو زبدة كده او ربع كيلو يعني. عايزة تحطي زبدة كتير حطي، عايزة تخفي منها خفي براحتك. بس يعني ايه، كل ما يعني الفطير بيحب السمنة ويحب الزبدة. وهتقولي ليه الزبدة؟ الزبدة اكتر حاجة بتخلي الفطير مورق اكتر حاجة. لكن السمنة والزيت بيخلوه يقرقش كده ويشد شوية. ممكن تعملي خليط بينهم، بس انا ايه النهاردة هنستخدم زبدة بس. شفتوا انا بقى لفيت الرول ازاي وفردت عليه وقسمته 3 قطع، يعني الفطيرة قسمتها 3 قطع. ودي الفطيرة التانية اللي انا شغالة فيها برضو نفس الطريقة. هفردها وافرد عليها الزبدة. مفيش فايدة في الزبدة دي، مش عايزة تبوش، مع ان الجو يعني كان حر. بس بقى زبدة حلوة يعني ماسكة نفسها. اهو الرول. يا جماعة اللي يعرف المشكلة دي يقولي عليها ليه اللي بيحصل في الكاميرا. الموضوع ده مضايقني جدا ومش عارفة له حل بصراحة. يعني حرام بقى الفيديو كده بيتبهدل مني. دلوقتي انا بقى سبتها ترتاح، وهاخد كل 3 قطع من الفطيرة اللي احنا لفينهم رولات بالزبدة، هنحط تحتها زبدة، ونبدأ بقى نشوف هنعمل اول فطيرة ازاي. خدت اول قطعة من الفطيرة من ال3 قطع بتوعها، وهبدأ ايه افردها اللي هي ملفوفة رول بالزبدة. تمام. تقسمناها 3 تلات، خدنا التلت
منهم وابتدينا نفرده. ادي اول تلت هاخده على جنب، انا ما طبقتوش، انا خدته على جنب هناك بعيد كده على التيبل بتاعتي وفردتها هناك بعيد. هاخد التلت التاني واشتغل فيه نفس الشغلانة وافرده، بس ده هحط على وشه زبدة. ليه؟ علشان هجيب اللي انا فردتها قبل كده واحطها عليها، يبقى كده تلتين. اوكي، كده تلتين من الفطيرة اللي احنا ايه قسمناها. التلت التالت اللي هو اخر تالت قطعة هنعمل نفس الشغلانه هنفردها هي دلوقتي هي مرتاحه فبتتفرد معانا تمام قوي. بصي جواها زبده وما طلعتش، يعني الزبده دي بنت حلال والله. ماشي، هي ابتدت تسيح وهتطلع بقى وتعمل حركات مش حلوه، بس هي ماسكه نفسها لحد دلوقتي. جبنا بقى الاتنين التانيين حطيناهم فوق التالتة، وهنقعد ايه نفرد في الاطراف بتاعتها كده. خلاص هي كده الفطيره بقت مورقه، لان احنا حاطين 3 طبقات فوق بعض وبين كل طبقه وطبقه زبده. اوكي، فردناها بقى دلوقتي تمام. هنيجي بقى نحط زبده على الوش ده علشان هنطبقها. يعني هي دلوقتي واخده زبدتها كويس قوي قوي قوي، وواخده شغلها حلو قوي. وهي الزبده يعني علشان ما ساحتش فهتبقى مليانه كده في الفطيره وحلوه. هنطبق بقى الفطيره ايه زي ما انتوا كده شايفين. هناخدها ايه، يعني هي دلوقتي بقت فطيره. اوكي، هاخدها بقى المها، الم فيها كده بقى واخدها، وكل طول ما انا بلم بكور والم زي البقجه كده، واروح قلبها وجايبه الصينيه اللي انا هعملها فيها وايه، واحطها فيها واسيبها ترتاح. ادي اول فطيره يا جماعه. اوكي، هنعيد نفس الشغلانه ونفس الموضوع على ايه، على الفطيره التانية اللي هي متقسمه 3 تلات. فردنا اول تلت خدناه على جنب، هناخد التلت تاني نفرده وناخده على جنب، نحط له وش زبده عشان ننقله على اللي هناك، او نحط على ده وش زبده ونجيب اللي هناك عليها. اوكي. ايوه، وادي التالتة برضو. النبي الله يخليكم اللي يعرف المشكلة دي يقول لي في الكومنتات، عشان انا عايزه اعرف حلها ايه. لان فجأة كده واكون وبعدين براجع الفيديو بشوفه سليم ولا لا، الاقيه سليم، اجي بقى عشان امنتج الاقي المنظر ده. فقولوا لي الله يخليكم ايه اللي بيحصل. ادي تاني فطيرة حطيناها ولميناها وكلها بقى واخده الزبدة بتاعتها، وفي صينية حطينا لها قاعدة الزبدة وايه وسيبناها ترتاح. هنيجي بقى علشان دي اللي هي الاولانيه اللي احنا عملناها هنشوفها ارتاحت، فردت معايا. اجي بقى افردها بايديا، فردت معايا زي ما انتوا كده شايفين. ودي التانية برضو فردت معايا زي تحفه، جميله 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 والله العظيم. الطريقه دي سهله وحلوه وهتعمل معاكم احلى شغل. انا ما كانش عندي قشطه علشان اعمل على الوش، ما دي الفطيره التالتة. بصوا بقى وهو في الفرن، بصوا جماله لما حطينا وش الزبده من فوق، ولما طلع هو اللهم صل على النبي تحفة تحفة تحفة، بالعسل الابيض وبالجبنة وبالعسل الاسود. وتعشي ولادك احلى عشوة، او تفطروا او تتغدوا كمان. يعني انتي طالما انتي قادرة تعملي وعندك امكانيات، هو كيلو دقيق متعدد. انا نسيت اكلمكم على الدقيق صحيح. الدقيق علشان يبقى يطلع معاكم 100%، هاتوا دقيق دقيق لكل للمخبوزات، يعني متعدد الاستخدامات. ما تجيبوش دقيق للبيتزا ودقيق ده بيكون بيشد شوية والجلوتين فيه بيشد شوية. لكن هاتوا دقيق حتى ممكن تجيبوه من عند العطار كيلو كده سايب، يعني اسمه متعدد الاستخدامات لكل الاستعمالات للمخبوزات وكل حاجة. هو ده الدقيق اللي بيبقى حلو قوي وبينفع في الفطاير بالذات علشان بيديكي نتيجة كويسة. لان لو الفطير ما اتظبطش معاكي اعرفي ان انت الدقيق بتاعك ما كانش ايه مناسب. واتمنى ان الفيديو يعجبكم. لايك وشير لقناة هدي احمد. باي باي.